هذا اللي أنا أمنيتي إنها تصير، حتى على الجهاز الإداري، حتى على يعني كإدارة مسلّي، أتمنى الاستقرار. ليش أروح أتخبّط وأدخل في دوامة مدرب بسبة مباراة ومباراتين؟ كل الأندية تتعثّر، كل المدربين يخطئون، حتى لو كان في خطأ من قاسي، يا أخي ما هو معصوم عن خطأ هو. جوارديولا أعظم مدربين العالم، يخطي في دوري أبطال أوروبا قدام ريال مدريد وكلنا نذكرها، أخطاء فادحة. كلوب قاعد يخطي مع الليفر، ما قالوا نقيله، طيب الإقالة أبدًا أنا ما هي الحل. مشاري حبيبي تكفى ختم لي والله، علشان ترى وأنا ما حكوا إلا خلّصت، 2 أنا بس. أنا عندي خلّصت، أنا عندي أبو تركي والله يعطيك العافية. حبيبي والله نصراوي صريح، بس قبل ما تروحون أبى أقول لكم شيء. إذا إذا بتصنفني أنا شبيح جارسيا، إذا بتصنفني بتقول أنت لا، 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 أنا سأطالب بجارسيا إلى النهاية، وسأدعمه في تعثراته قبل انتصاراته، والآن باغيّر عنوان المساحة وباحطّه مع جارسيا إلى النهاية. هذا رأيي، هذا رأيي، أنت رأيك يُقال، أنا رأيي إن جارسيا هذا وجهة نظري، هذه وجهة نظري، مع جارسيا للنهاية. تقول لي كذا أنت مطبّل، إذا أنا مطبّل كذا عَزّ الله أن يكبر مطبّل، إذا بتاخذها بالعناد، تعال معي بالعقلانية، تناقش معي بالعقلانية، سالفة لا ما أدري لا ما يجي هالكلام هذا، هذه وجهة نظري، نصراوي صريح تفضل. هلا والله وسهلا ابو تركي، مساك الله بالخير، امسي عليك ومسي على جميع الاخوان المتحدثين يا جماعة ومسي على المشكلة من عندي والّا من عندكم؟ يقطّع الصوت، وش من السالفة؟ عندك انت ابو لا، تركي، من من عندك، عندك. من عندك أبو تركي. والله دقيقة أجل. بغينا نطير توي ابو تركي ترى على فكره. طيب الآن كويس؟ يلا ممتاز تفضل. تمام. اولا امسي عليك ابو تركي ومسي على جميع الاخوان المتحدثين وجميع الاخوان والاخوات المتواجدين المستمعين. والله ابو تركي شوف، انا بتكلم عن الوضع اللي في النصر. الوضع اللي في النصر ابو تركي لو ترجع للعام الماضي نهاية الفترة الشتوية والسنة هذه نهاية الفترة الشتوية، نفس الصراع، نفس الكلام، نفس النقاش، نفس المطالبة، يعني ما تغير شيء. بس الفرق أن العام النصر كان السابع والسنة هذه متصدر. يعني صراعنا والنصر في المركز السابع هو نفس صراعنا وإحنا متصدرين. يعني المطالبات هي ما راح تتغير. السنة هذه الفريق كان ماشي يعني بداية ممتازة والفريق متصدر إلى مباراة الشباب. اللي حدث في مباراة الشباب إصابة أوسبينا. يعني لما تفقد أوسبينا وتفقد الفارو وتفقد غسيلان، أفضل 3 محترفين في الدوري الموسم هذا الثلاثي. يعني ترى أوسبينا كان مدافع خلف المدافعين، يعني حاجز دفاعي ثاني خلف المدافعين، يعني حارس ومدافع في نفس الوقت. فقدانه ترى له تأثير كبير. الفارو قائد من طراز فخم في الدفاع. لما تفقد هالاثنين بيصير في خلل في المنظومة الدفاعية في النصر. هذا شيء طبيعي. لكن اللي أقوله أنا أقول الحمد لله، اللهم لك الحمد أن الأزمة هذه جت للنصر وهو متصدر. يعني جت الإصابة، الظروف هذه ظروف الإصابة وكذا، جت وإحنا متصدرين، لأن صارت في ربكة قلصت الفارق ولا زلنا متصدرين. لكن لو هالأزمة ذي اللي لو جت لأي فريق تهزه هز قوي، لو جت الأزمة هذه وإحنا مثلا في الوصافة ولا في المركز الثالث، كان الآن تلقى الفارق بيننا وبين المتصدر فارق يمكن 4-5 نقاط. فأنا أقول هذه أزمة الإصابة. في شيء ثاني ما أسميه أزمة، لكن في شيء جديد على الفريق، كريستيانو رونالدو، انضمام كريستيانو رونالدو للفريق. رونالدو يعني تراه كبير، لاعب عالمي، أسطورة عالمية، كل الفرق تنتظر مباراتها معك عشان كريستيانو. المدرب الخصم ينتظر مباراته لأنه بيشوفون هذا المدرب كيف بيقدر يوقف كريستيانو، لأنه يدري أن في 39 قناة تنقل المباراة، يدري أن العالم كله تراقب هذا المدرب وش بيسوي. اللاعبين نفس الطريقة سواء أجانب أو محليين، كل واحد يبغى يثبت للجميع أني أنا غير، لأنه يدري أن كل الأنظار عليه، كل يشوف من هو اللي بيوقف كريستيانو. ففي ضغط على النصر هنا وهنا. لما كريستيانو يحتاج وقت
لاعبين الفريق تأقلموا معه، لاعبين النصر. يعني شفنا أيمن يحيى التمريرة ذيك الانفراد اللي كان المفروض يعطيها كريستيانو ما مررها. عبد الرحمن غريب نفس الطريقة. هذول اللاعبين ترى صغار، يعني سامي النجعي لسه لاعب شاب، أيمن يحيى لاعب شاب، عبد الرحمن غريب لاعب شاب، كلهم صغار. هذول يحتاجون الخبرة مع مباراتين يبدون يدخلون الجو مع كريستيانو. انا متاكد ان المشاكل اللي قاعدين تشوفونها الحين اللي شفناها في مباراتين اللي راحت الاتحاد والفتح، انا متاكد باذن الله ان مع مباراه الوحده مع التعاون باذن الله بالكثير التعاون راح المشاكل هذه ما راح نشوفها باذن الله، بتنحل. اللاعبين خلاص بيتعودون على الاندماج مع كريستيانو، يعرفون ايش يبغى مع التمارين مع المباريات مع يتاقلمون باذن الله. الامور باذن الله انها بترجع طبيعيه، والحمد لله. انا اقول ان الظروف هذه حدثت والنصر متصدر. بالنسبه للمدرب جاريسيا، المدرب جاريسيا والله لا يلام في اللي يصير. صح، انا اقوله صح انه في مباراه الشباب يعني تحفظ دفاعيا، ومباراه الاتفاق تحفظ دفاعيا، ومباراه الاتحاد فتح الملعب. فاجأنا احنا حتى كجمهور، فاجأنا بفتح الملعب. لكن اللي صار في مباراه الفتح والله غلطه جاريسيا ابدا. الاخطاء يعني فرديه بسيطه من بعض اللاعبين لو ما ارتكبت كان المباراه منتهيه من الشوط الاول. لكن عموما انا اقول للجمهور النصر الوقت لا زال متسع وكبير جدا باذن الله. النصر الان متصدر، امامنا 3 مباريات ما هي بذيك القويه، بس تحتاج الى تركيز. يعني مباراه الوحده، بعدها مباراه التعاون، بعدها مباراه ضمك. انا قلت مباراه الفتح معك، كنت اقول ان 12 نقطه المهمه ذي اللي هي حقه الفتح والوحده والتعاون وضمك، هذه 13 نقطه 12 نقطه اذا جبناها باذن الله بنقطع شوط كبير في الدوري. لكن للاسف تعثرنا مع الوحده اللي كنت خايف منه، مع الفتح عفوا. ال9 نقاط الجايه باذن الله ما راح نفرط فيها، نعطي اللاعبين الثقه. اللوم على اللاعب صح، اللاعب لازم نحسسه بالمسؤوليه، بس انا اقول يعني الثقه تكون مطروحه. اللاعب اللي اخطاوا ترى كلهم من لاعبين الشباب صغار السن، يعني يحتاجون الى خبره. واقول خلونا نجدد الثقه فيهم، ندعمهم في المرحله القادمه. من مباراه الوحده نبدا، وباذن الله ان شاء الله ال9 نقاط القادمه اذا اخذناها لكل حدث من حدث. ناخذها مباراه يعني صعب باذن الله. انا اقول هو ناخذها مباراه، بس انا اقول نحسبها معادله حسابيا. ال9 نقاط مهمه، وخلال هال9 نقاط او ال3 جولات القادمه بتكون في تعثرات الانديه، مثل ما انت تعثرت في المباراه، الجولات القادمه فيها تعثرات. انت لا انت فكر في نفسك الحين وما لك شغل في غيرك. فكر في نفسك. انا برضو الناس انا الناس عارف اشتغلت بس على انت فكر في نفسك الان. صحيح. فكر في نفسك ولكل مباراه على حده وتعامل معها انها مباريات خروج مغلوب. المنظومه كلها تفكر بالشيء هذا، مش صحيح. بس انا كمشجع. انا وش الفائده اني افكر في التشجيع هذا وغيري؟ لا الكل، المنظومه كلها، الجهاز الفني، الاداري، اللعيبه، كل المنظومه كلها. انا اقول انه باذن الله الثقه موجوده في المدرب، في الاداره، في اللاعبين. وانا اثق باذن الله ان جمهور النصر يغضب، لكن اذا اقتربت الوحده وذا باذن الله بينسى كل اللي صار وبيرجعون كما بدا الموسم قويين. غيرت العنوان مع غارسيا في تعثراته قبل انتصاراته للنهايه. انا اقول مع الفريق المراسل يوجه، قول اللي تقوله، ما تهمني لا انت ولا غيرك. انا ابى احط قناعاتي. انا عندي مدرب كبير، نعم له اخطاءه، عنده اخطاء يجب ان يناقش، نعم يجب ان يتم الجلسه معه، نعم. في اشياء ما ندري عنها، احنا ندري ايش اللي يصير بينه وبين المدرب، ندري ايش اللي يصير، ايش الوضع ما ندري بين الاداره والمدرب. لكن سالفه اني على طول شيل المدرب، ايش الكلام هذا يا جماعه؟ هذا مو بطرح، مع احترامي يعني. اوكي وجهه نظرك على العين والراس، على طول اروح الى الكي على طول، شيل المدرب. شو الكلام ده يا جماعه؟ انا اختبر ابو تركي. انت تقول انا مع جاريسيا في تعثراته قبل انتصاراته، انا اقول انا رايي انا مع الفريق في الانكسار قبل الانتصار. يعطيك العافيه، شكرا. طيب يا جماعه تكفون يا جماعه، اللي يعطيهم مايك ثم ينزلون عطنا ترى احيانا ما اشوفك يا جماعه، لا تسووا لي اشكاليه ووجع راس تكفون. شوف لك حل في الشبكه اللي عندك، تكفون. طيب الدور الان مع
ابو نايف محمد الحذيفي، تفضل حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله مساك ابو تركي، مسي عليك وعلى حياك الجميع. والله ما ادري الشبكة من عندي ولا من عندك، ولا والله ما ادري، كل شوية انا نازل يا ابو تركي. سم تفضل. طيب انا معليش يا ابو تركي بسترسل شوية في موضوع بيئة النصر. لما انا بجي ابتكلم مثلا في فريق مثلا يكون متصدر، فجأة ينزل شوية يوصل للنقاط مع المنافسين. هنا خلينا ناخذها في البداية. لما احنا نتكلم عن بيئة نادي النصر، أكبر دليل على نجاح بيئة نادي النصر عند خروج أسبينا وكونان وتوقيع المخالصة وعودة كونان ثاني مرة. وهذا الشيء يثبت حتى إصابة الفارو. لما أصيب الفارو احنا شفنا دموعه كأنه متربي في هذا النادي. هذه البيئة أساس النجاح بعد الله سبحانه وتعالى. ثم احنا نتكلم في موضوع غارسيا. صحيح أن الدور الأول كانت النتائج جدا إيجابية، وكان الفريق في منظومة عمل يعني تتكلم عن فريق خلاص تكتسح جميع البطولات بفضل الله سبحانه وتعالى. فجأة يحصل عندك دروب من الحارس، دروب من المدافع. هذه النقطتين أو المكانين هذه بالذات هي اللي عملت لإعادة إدارة النصر ثاني مرة في الأمور الفنية، في تطوير الفريق في أسرع وقت. أحضروا الحارس والآن بدأ التغيير. لو جينا إحنا مثلا نقيسها مثلا على أي عمل في شركة خارجية في خارج منظومة الفريق، صعب جدا لما تشوف لك بديل في أسرع وقت الآن. يعني أنت لما بتجرب مثلا واحد تقول والله هذا مدير الموارد البشرية لما مرض ولا صار له أي إصابة أو أي شيء، فأنا أجيب مثلا واحد مكانه حتى أنا أجرب، طبيعي جدا أنت ما حيجيك الريسولت، النتيجة ما راح تجيك في نفس الوقت.